السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجميع يعرف سمير زاوي، لاعب دولي سابق، لعب في نجم البروقية، لعب في أولمبي شلف، ولعب مع المنتخب الوطني الجزائري، ولعب مقابلة درمان الشهيرة. سمير زاوي لما سئل كيف اكتشف اللاعب أشرف عبادة قال مش أنا اللي اكتشفته، ولكن قال لي عليه لاعب آخر سابق وهو توفيق بوحافر. سمير زاوي معروف، توفيق بوحافر كاين اللي يعرفه وكاين اللي ما يعرفوش. أشرف عبادة كشفت الأيام أنه لاعب مهمش ومظلوم رغم بلوغه من السن 26 سنة. اللاعب المميز تعرفوا بأنه عنده مستوى حتى وهو يلعب في الفئات الصغرى، ماشي حتى يوصل لسن 26. أشرف عبادة الجميع اليوم يشهد بأنه فعلا لاعب التحقر، خاصة لما نسمعوا عليه بأنه راح لوفاق سطيف ما شدوش وعاودوا له للشلف، ومن قبل الله أعلم واش واجه صعوبات في حياته الكروية. لكن من جميل الصدف، أنا علاش ذكرت لكم هذا توفيق بوحافر؟ لأن حتى هذا توفيق بوحافر لما كان لاعب كان مظلوم ومهمش. واحدة القصة أنا ما هدرتهاش من قبل، ولكن اليوم نكشف لكم عليها. قصة وقعت بيني أنا حسين جناد وأم شريف حناشي رئيس شبيبة القبائل عليه رحمة الله، واللاعب توفيق بوحافر. توفيق بوحافر من اللي شفته مينيم يعني مع الأصاغر في نجم القليعة تنبأت له باللي هذا اللاعب بيروح بعيد، لأنه لاعب ممتاز جدا، لاعب مميز. انتقل إلى مولودية الجزائر، ألعب عندهم في الفئات الشبانية ثم عاد لنجم القليعة. كنت نحب نروح نشوفه هذا توفيق بوحافر لأن طريقة اللعب نتاعو تعجبني، ولكن كان دائما في مقاعد البدلاء. كنت نتأسف له كثير، عنده إمكانيات. حسيت باللي هذا اللاعب التحقر، وكنت نهدر معاه يقول لي واش حبيتني ندير، ما مشي يلعبوني الله غالب. واحد المرة راودتني فكرة وقلت نطرحها لموح شريف حناشي وإن شاء الله يوقف معايا ويعاونني باش على الأقل نفرجوا على هذا اللاعب. مشيت عند موح شريف حناشي قلت له يا الرايس كاين واحد اللاعب يلعب ممتاز ولكنه محقور. قال لي وين يلعب؟ قلت له يلعب في نجم القليعة في الدرجة الثالثة. قلت له ولكن ما راهمش يلعبوه. قال لي واش راهم في الترتيب؟ قلت له راهم يصارعوا من أجل البقاء. قال لي كيفاش لاعب مميز راك تقول عليه ممتاز وما يلعبوهش وهما يلعبوا على المانتيان؟ قلت له صدقني انا كي نقول لك على لاعب ممتاز يعني لاعب ممتاز. قال لي كيفاش حبيتني نعاونك؟ قلت له تعرف كل لاعب يقولوا اتصلت به شبيبة القبائل تبدا الفرق تتهافت عليه. قلت له وانا راني متاكد لو كان نقول باللي شبيبة القبائل راهم في مفاوضات مع توفيق بوحافر ستتهاطل عليه العروض من كل مكان. قال لي ما فيش مشكل. قلت له واش رايك لو كان نجيبه لك ونجي عندك للمكتب ونصوروا معاك ونقول بأن شبيبة القبائل دخلت في مفاوضات مع توفيق بوحافر؟ قال لي ما كاش مشكل. موح شريف حناشي عليه رحمة الله يسمع ويعاون. مشيت عند توفيق بوحافر وراه الآن أكيد يسمع فيا توفيق. رفدته في السيارة نتاعي ومشينا لتيزي وزو. مشينا عند موح شريف حناشي المكتب نتاعو وجلست معاه وصورته مع موح شريف حناشي، والصورة انتهت في جريدة الشباك في الصفحة الأولى، وكتبت شبيبة القبائل في مفاوضات مع اللاعب توفيق بوحافر لاعب نجم القليعة. الصورة يومها دارت حالة. راني عاقل شرطها يوم خميس، وفي ذاك اليوم نجم القليعة يلعبوا مع اتحاد حجوط مقابلة مصيرية، كان يلزم يفوزوا باش الفريق ما يسقطش للدرجة الرابعة. الصورة في هذاك اليوم اللي خرجت في الجريدة بيوم خميس دارت حالة في القليعة. كيفاش شبيبة القبائل يتفاوضوا مع توفيق بوحافر واللي هو عندنا في فريقنا ما راهمش يلعبوه، راهو في مقاعد البدلاء. الجمهور كان قوي هذاك النهار، جاو يشوفوا توفيق بوحافر. هذاك الوقت كانوا غير الجرائد، ما كان لا قنوات تلفزيونية لا أي شيء. وإذا بتوفيق بوحافر يجلس في مقاعد البدلاء. وش من دقيقة دخلوا المدرب، دخل في الدقيقة 92. ولكن الشيء اللي تنبأت له تحقق. في هذاك الأسبوع بدأت العروض تتهاطل على توفيق بوحافر. ما كنتش مراجع تاعو ولا طمع فيه ولا ندي من عنده حاجة ولا، وراه ربما يسمع من عندي. ربما توفيق بوحافر في حياته ما خلص ليش قهوة باستثناء العرس تاعو حضرت فيه، ولكن حبيت نعاونه لأنه لاعب مميز. الفريق اللي قدر يخطفه بعد هذيك الصورة اللي حطيتها له في الجريدة مع موح شريف حناشي
مولودية العلمة، كانت مولودية العلمة والراهي مولودية العلمة، اللي شاركت في رابطة أبطال إفريقيا وأقصات نادي أشانتي كوتوكو ونادي الصفاقسي التونسي، والراهي مولودية العلمة. خطفوه مولودية العلمة، ورغم أنه ما لعبوهش في المنصب بتاعه، ولكن كان لاعب أساسي. وبعد ذلك مشى لجمعية الشلف ولعب معهم حتى رابطة أبطال إفريقيا، وهو اللي سجل ضربة الجزاء التي أهلت جمعية الشلف أمام الهلال السوداني. قلت الحناشي واش رايك الرئيس؟ نهار اللي شافه ولعب ضده قال لي والله ما كنت غلط، صح لاعب مميز. إذا الحقرة ماشي غير أشرف عبادة اللي تحقر، واللي كشفوا توفيق بوحافر وقال عليه سمير زاوي. ياما هناك من لاعبين تحقروا وتظلموا، ضاع مستقبلهم الكروي بسبب المحاباة، بسبب الظلم اللي نتمناو يجي نهار ويروح هذا الظلم، كل واحد يدي حقه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.